اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ تعالي شوفوا بقى احنا عملنا ده ايه وعملناه من ايه. حاجه كده ايه ما شاء الله تحفه. تقولوا كاندي، تقولوا فواكه مجففه، تقولوا حاجه كده ايه عظمه ما شاء الله. عارفين ده اللي احنا بنرميه، كنا بنرميه على طول. النهارده بقى من النهارده مش هنرميه. قشر ايه؟ قشر البطيخ من النهارده مش هنرميه، هتعملي بيه حاجه كده ايه. اطفالك هينبسطوا بيها يحبوها، حاجه كده ايه ما شاء الله. انا جبت قشر البطيخ زي ما انتم شايفين كده، شلت منه التجوفه الحمراء من جوه كده والقشره الخضراء من بره، وغسلته كويس زي ما انتم شايفين مره واتنين وتلاته لغايه ما يبقى زي الفل كده. وتاخديه بقى ايه على البوتاجاز في شويه ميه سخنين كده، وتسيبيه تلت ساعه يغلي على البوتاجاز. غلي معانا على البوتاجاز تلت ساعه بس يا حبايبي، ولا تضيفي اي حاجه على الميه. تاخديه بقى بعد ما يتحط تلت ساعه على البوتاجاز، تاخديه تعايريه بأي كوباية. أنا عايرته بالمج الجميل ده. تعايريه بقى إيه، أنا عايرت كده تلات كوبايتين والتالتة ما كانتش مليان. كل كوباية أي كوباية هتعايريه بيها، كل كوباية لها نص سكر ونص مية. كل كوباية لها نص مية ونص سكر. خلصنا عايرنا، نزلت بيه في الطاسة الجميلة دي بالسكر بالمية لغاية ما ينشف خالص من كل المية اللي فيه، كل السوائل اللي فيه تنشف خالص. نزلت بكيسين فانيليا زي ما انتم شايفين، نص ليمونة. شميت ريحة الفانيليا كده وقمت شايلاه من على البوتاجاز. قسمتهم تلاتة، عايزة تقسمي 4 ألوان، 3 ألوان، لون واحد زي ما انت عايزة زي ما انت تحبي. انا كان عندي الاخضر والاحمر، ما عنديش اصفر. اسكت؟ لا ما اسكتش. جبت معلقة نص معلقة زعفران عليها يعني نقطة مية كده، وقمت اللي مقلباه ببعض ادتنا اللون الاصفر التحفة ده. الاخضر ادانا اللون الاخضر التحفة ده. الاحمر ايه احنا كنا جايبينه. جبت كيسة على صينية كده، كيسة مطبخ. ضفت فيها الالوان بقى البيتي بقى بره التلاجة في مكان يكون مفهوش هوا يعني، ولا مروحة ولا حاجة عشان ما ينشفش. وتبيتي كده يوم، يعني لو بالليل تسيبيه للصبح، يعني كام ساعة كده تسيبيه ينشف يبقى تحفة زي ما انت شايفة كده. حاجة كده ما شاء الله اطفالك هينبسطوا بيها. ولا اشترينا ولا حاجة، ومن حاجة احنا بنرميها، حاجة كده ما شاء الله تحفة.